القرآن: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. سلام ما طلع عليكم قصة طويلة وانتم كلكم إن شاء الله. والذي ينظر إلى القرآن، مع الأسف احنا اليوم لعله نذكر بعض الأمور اللي على المؤمن لا يجعل الحياة بس ركضة ومشقة وأمور، لا بأس، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن علينا أن نرجع إلى القرآن الكريم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترته. نتمسك بالعترة ونعوف القرآن الكريم. علي أمير المؤمنين وخير الصادقين يقول: بل لم أقل كلمة لكل حرف 10 حسنات. شوف القرآن، النظر إلى عباده. يعني الإنسان لا يقرأ ولا يكتب، أو ما أريد أقرأ بس أفتح القرآن الكريم، الله تعالى يكرم الإنسان أنه شو يحصل هذا الثواب العظيم اللي هذاك المكان. والله يعني عمامنا وخواننا والسادة على رأسهم سادتنا الأعزاء، يحفظهم إن شاء الله أبناء الزهران وعزيهم بهذا المصاب، جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وساعد الله قلب فاطمة سلام الله عليه. شوف هاي مريم لما اجت وجاهها المخاض فأجاءها المخاض، طبعا هي قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هذا الاختبار المرأة الصالحة شو حصلت عليه. وإذا بهذه المرأة الصالحة بعد الصبر والتقوى والقرب من الله تعالى. لا تتصور هذه الشخصيات اللي حصلوا هذا الأثر الطيب اعتباطا، حاشا لله، هذول بالفعل أطاعوا الله حق طاعته. وشوفوا لما سلم على الحسين: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام. هاي ورثة الأنبياء عليهم السلام، يجب علينا أن نقتدي بهم. ولذلك مريم لما جاءها المخاض إلى قصة طويلة بس البركة القرآن، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ناداها هذا الصبر. ولذلك شوف الأب والأم الله ايش قدموا بحياتهم حتى يوصلنا بهالمستوى. والله شو الجازي؟ المجازي الله تعالى. ولذلك صاحب المصاب أسأل الله تعالى يعطيه الصبر إن شاء الله. حجينا العزيز يعني شوفوا اللي هو ذا راضى عليه ويبكي عليه، هو هناك طبعا حصله إلى رضا الوالدين. قال إني، شوف لما شافت بمستوى أنه الحان لما وضعته قال: وهزي إليك بجذع النخلة. قالت يعني وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك الأرض. شوف مثل القرآن لعله أحد مصاديق يقول هذا الإنسان المؤمن اللي الله يوفقه في طاعة الوالدين كذلك الولد أنه حصيلته هزي بجذع النخلة. أرزاق في وضعات إلهية من الأب يقول له: إلهي ارزقه يا رب ولدي، بس يجوز مو على التعيين. إلهي سدد خطاياه، هو جزء مو قدامك ما يحكي، بس إذا بعد بالخفاء يقول له: إلهي هذا العبد الصالح ما يحكي، إلهي وفقه يا الله. هاي من توفيقات الله. لما اجت هذه المرأة الصالحة الشاهد اجت جابته إلى قومها وأتت به قومها تحمله. بعد اجت مرأة بدون رجل شريفة طاهرة لما تأتي بطفل صعبة. احنا بالأخص الأعراب انه بين تأتي بطفل من جت لازم اكو هناك مبررات. لما جاءت طبعا لما شافت عيسى عليه السلام على نبينا وآله الخلقة والجمال والهيئة وهو طفل ويتكلم، الله تعالى جبرائيل قال اليوم مريم ما تتكلم، ما تكلمت الصوم هذا اليوم يعني ما تنطق. بعد وصلت لما وصلت إلى قومها بني إسرائيل اللهم لعنهم لعنا وبيلا،
هؤلاء القوم أبناء القوم. شوف اليوم سووا بغزة وغزة، الشعب المظلوم فلسطين. محل الشاهد لما أتت بها قومها تحملها قالوا يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني أنت الطيبة الطاهرة، شنو الطفل جايبته؟ أنت من زوجة من إدريس، تعقل ما قامت تبدي بعض الأشياء والكلام. وإذا تكلم روحي فداه قال إني عبد الله آتاني الكتاب والحكمة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. ترى تصدق الإنسان المؤمن اللي الله تعالى وفق لطاعته يقول لشيء كن فيكون. وشوف أهل البيت عليهم السلام خير مصداق للعبد. والقرآن في سورة الإسراء كان رسول الله لما أسري إلى السماء بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ما قال نبيه ولا قال رسوله. مو إن شاء الله كلكم مصفحين هذه السورة المباركة سورة الإسراء. إيش قال القرآن؟ أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وشوف هذه لعله هاي الأيام ساعد الله قلبي فاطمة وعلي والحسن والحسين بفقدهم رسول الله. ما رعوا هذا الإنسان العظيم النبي الكريم رسول الله اللي قدم لهذه الأمة. هاي حصيلته أنه تكون بأهل بيته. لما جو دخل إلى مكة المكرمة بالكعبة الشريفة وجمع كل قريش. سامعين القصة بس لعله الشاهد أن نشوف رسول الله هذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. لما أجي يا قريش ما فعلت وما فعلتم بي وبأهل بيتي والمسلمين سويتوا. قالوا أخ وابن أخ كريم. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. زينب تقول له يا يزيد يا ابن الطلقاء. هذا جزاء رسول الله حتى في مماته. يقال انه صلى الله عليه واله السم دس له السم بأبي وأمي وكانت لعله بكرة الشهادة صلى الله عليه واله. وشوف فاطمة لما غمض عينيه رسول الله صلى الله عليه واله من هذه الدنيا شو النتيجة؟ الزهراء تبكي. يقولوا له شنو تبكي؟ دوختينا تعبتينا. شيخنا شيخ حسين الله يعزك شوف الزهراء شنو كان سلام الله عليها. قل له ابوي ابوي قومك ما رعوني. ابوي قومك ما رعوني ومن البيت يا ابوي يمنعوني. وبر المدينة يا ابوي من يلفل الداير يفقد عيال كبار وصغار يا ابوي. بويا انا بنتك فاطمة يا رسول الله والله تقول له يا محلى الأبو من يلفل الدار يفقد عياله كبار وصغار. ويلي الوالد حنين ومثل ما صار بويا. والله الوالد حنين أو ماكو مثله.
بناته يقول له والله الوالد حنين او ماكو مثله، بويا يفقد عياله ويلم شمله يا بويا، بويا او يلم شمله للمضيعه ابوها الونه تحلى بويا علي يا ابويا. اخ اخ والله حقها اليوم لو ونت يتيمه مضيعه ابوها كان خيمه، بويا حقها اليوم لو ونت يتيمه مضيعه ابوها كان خيمه يا بويا، بويا بويا تقل ابويا اليتم ما ينحمل يا ناس ضيمه ضيمه. آخ والله لو راح الأبو تنهضم بته، والله لو جت مهضمة قاصته الله يعينها لو ما لقته، بويا بويا بعد والله كانت من تطب الدار تلقى تشكي همومها وتسامر وياه يا ابوي، بويا الله يعينها هسه على فرقاه. بعد الاخت شو تقول لاخوها؟ والله تقول له مسايرة تلقى اليوم لك جيت خويا لك جيت، خويا لك جيت من عدك لقيت خالي البيت يا خويا. بعد خويا والله خويا والله وين شافت عيونك والله حنيت حنيت يا اخوي، والله هلا دموعي بعتبة الباب خويا يا العادتك تتلقى الاحباب يا اخوي، والله يا لعانتك تتلقى الاحباب، بويا بعد شو تقول له؟ تقول له جيتك يا خويا شايل عتاب، والله تقول حقي على الاخو لو عاتبيته شو ما قام لي لما لجيت اخوي. حقي على الاخو لو عاتبيته شو ما قام لي لما لجيته خويا يا وسفه من ايدي ضيعت. تقول ثار الاخو تحرق يا نار والدمع حق لو تجاره يا اخوي، ولي تقول اخويا
العشرة شالت من مشى وشال وظلت حزينة وتبكي العيال يا أخوي. العشرة شالت من مشى وشال أو ظلت حزينة وتبكي العيال. يا ثار الوقت يا ناس ميال، والله تقول الأخت ميال يا وقت وتوازى وعن القلب ماخذ عزازة. ويلي ويلي وعن القلب ماخذ عزازة. يا عازتك يا ابن ام عازة، والله يا عازتك يا ابن ام عازة. يا عازتك ما حد يسدها، يا عازتك ما حد يسدها، وحشت عيالك من يردها. ولي خويا شايل يروح اللي يودها. بعد تقول لاخويا والله شايل وخلى البيت ينعى وما حملانا نروح ويا خويا ثار صعب 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 يا ناس فرق يا خويا يا خويا. بعد تقول له صعب صعب وشلون حمله يا فرق عيوني ودمعهن لاخويا. ولي كون العزيز الله يسلمه. بعد هنا الام شو تقول؟ هم لها حق على وليدها. تقول تعبي يا يما ضيعته وبختلي حفظك ما لقيته. يما تعبي تعبي يا يما ضيعته وبختلي حفظك ما لقيته. والله يما تقول له يما لو ينشر البخت اشتريته، بس التعب بعدك حويته. يما تقول له ضاع الربا او ذاك الدلايل. والله يما ومن وقت يا حظ مايل غدار دهري وحيل عيال يا يما. ولي تقول له يما الفرح بيك انا اشوفه وعمري من دونك اعوفه. ها بعد شو تقول للام؟ تقول له يما جرح كبير او بشرافه صارت حلم مرت طيوف الولد يا يما. تقول محلى الولد لو قال يما، والله محلى الولد لو قال يما. يما
يما لاركض له وشمه وضمه ولي تقول يا حزن قلبه يا دليله يا فراقك صعب ما بي حيله يا يما تقول فراقك صعب ما بي حيله محتار روحي يما يا من سمع وني اشتكي له يا يما بعد تقول له يما غدار يا يما زماني طقني على عيون وعماني والله يما غدار يا يما زماني طقني على عيوني وعماني والله تقول طقاته توجع مرمراني تقول كون بمكان ابن خذاني هاي لم والله تقول كون بمكان ابني خذاني لا طاب لي يما الهوى او لا علتي طيبها دوايا يما فرقاك قلب انا نشوى تمنيت موت تنسوى يا يما لا طاب لي يما الهوى ولا علتي طيبها دوايا الولد يا يما فرقاك قلب انا نشوى تقول له يما تمنيت موتة نسوى والله تمنيت موتة نسوى لا يوم كيومك يا أبا عبد الله ويلي بمولاتي زينب العقيلة شافت الخيل راحت على أخوها الحسين تقول له صحت تقول صحت يا خيل بسك لا تسحقي اظن والجن ظل خويا صحت بالخيل بس كان لا تسحقي اظل والجن بحسين نفس بي خويا ابو علي يا خويا بعد تقول خويا حسين عقبك صاحب الدلال يابت ابو علي يابت تقول له عقبك صاحب الدلال يا بنت وهالليلة تنوح عليك يا اخوي حسين خويا ابو علي تقول له وهالليلة تنوح عليك يا اخويا يا بيت تقول له الخيل وياها منك لحم والله الخيل وياها
منك لحن يا بات انطحن جسمك طحن بالاعوجية. يلا وانتك يا نطحن جسمك طحن بالاعوجية. بعد شو تقول له زينب؟ تقول له اخويا شكو بينا انكتب هالقوم جازين او جسد دفنوك لو براس يا اخوي حسين او جسد دفنوك لو براس جازين. ابو علي تقول له والله خويا شفت خويا على صدرك اثر جازين اظن الشمر دابج عالضحية خويا. بعد جاوب الحسين ان شاء الله هاي ونختم بيها. تقول له يجاوبها خويا زينب جسماي عطشتاني ولا بالريج يا خوي جسماي الاكبر راح لي وراح يا خوي والله جسماي ايقلها يا زينب لو قبل عدم يا اخوي والله يا زينب لو قبل عدم خويا جسماي خيمة من الخيم حطيها لي. يلا وانتك يا خيمة من الخيم حطيها إنا لله وإنا إليه راجعون. يا موت ليش استعجلت مخنوقة ظل ترضاها شنت انسى كل ذاك التعب من نقعد انا وياه شنت انسى كل ذاك التعب من نقعد انا وياه. الضم يا موت ليش استعجلت مخنوقة ظل ترضاها كنت انسى كل ذاك التعب من نقعد انا وياه. فارقنا وين باقي الحلم صحت الزمن سواها يعني على روح الفاتحة من هالسراح اقرا من هالسراح اقراها شلون اغفى وارتاح شي خلص اللي علي الصخر ناح وتهدم الحيل شلون اغفى وارتاح شي خلص الليل علي الصخر ناح وتهدم. ليش زهرة عمر ذبلت وروح وياها انتهت بعد واحلام اتطشرت بعيوني ما ظل عندي امل دمع على الخد همال
ليش الغالي رحل حاجوني بدمعتك ويا زينب يا موت اش تنتظر اخذوا يا هالعمر والعمر من نسور اكبر من الجرح دمعاتي بالباب عصرة وفاطمة بالباب عصرة وفاطمة وش عظم ذيك العصرة. زينب تقول بالباب عصرة وفاطمة وش عظم ذيك العصرة مطبوع بالحايط شفيت يا ابو يا دم الزار. بالباب عصرة وفاطمة وش عظم ذيك العصرة مطبوع بالحايط شفت يا ابويا دم الزهر. وبعد بويا الظالم سطرها على الوجه الظالم سطرها على الوجه والعين صارت حمرة مظلومة